السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم غنحضروا بسبوسات صغار بالليمون، كيجيو لذاذ وشكلهم زوين، كيبغيوهم الاطفال. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا كاس ديال السميد رقيق، نصف كاس ديال السكر سنيده، نصف كاس ديال الزيت، زيت المائده، ونصف كاس من الماء، 2 معالق دقيق ابيض، القليل من الملح، كيس سكر فاني، وكيس خميرة الحلويات، 2 بيضات درجة حرارة المطبخ، وليمونة. كناخدو الحكاكة وكنحكو القشرة ديال الليمون ونحاولوا ما نوصلوش للطبقة البيضاء. من بعد ما حكينا الليمونة كندوزو باش نعصروها. العصير تقريبا كيكون كاس الا ربع، كنضيفوه على القشور اللي حكينا. من بعد كنضيفو القليل من الملح، كيس سكر فاني، تقدروا تستعملوا حتى الفاني سائل. من بعد كنضيفو 2 بيضات اللي بدرجة حرارة المطبخ باش البسبوسات ديالنا كيجيو طالعين مزيان. كنضيفو 2 بيضات، كنحركو جيدا الخليط حتى كيمتزجوا العناصر جيدا. ومن بعد كندوزو باش نضيفو السكر، نصف كاس ديال السكر كنضيفوه للخليط. كنضيفو كذلك نصف كاس من الزيت ونصف كاس من الماء. من بعد كنضيفو كاس ديال السميد هو نفس النوعيه اللي كنديرو بها الحرشه. كنضيفو شويه بشويه وكنخلطو، ضروري من تخلط. من بعد ما ضفنا الكميه كامله ديال السميد كنوضعو الخليط كامل في خلاط، وكنضيفو 2 معلقات من الطحين الخاص بالحلويات، وكنضيفو اخر مكون بقى لينا هو الخميره الخاصه بالحلويات. كنطحنوا الخليط جيدا بالخلاط الكهربائي، ومن بعد كنخليوه يرتاح الوقت باش كنحضروا اللاطه ديالنا. كناخذوا هاد اللاطه هذه الخاصه بمادلين، كندهنوها جيدا بالزيت النباتيه او بالزبده، ومن بعد كنرشوها بالقليل من السميد، وهي نفس النوعيه ديال السميد اللي استخدمنا في الاول. كناخذوا الخليط ديالنا وكنخويوه في الحفر، ما كنعمروهمش بزاف، تقريبا كنديروا اكثر من النصف. وهذا هو الشكل. كنديروه في الفران على درجه 180، كنشعلوا عليه من الفوق ومن التحت لمده ديال 10 دقائق. بالنسبه للفران ديال الغاز كنديروا عافيه المهيله وراهم دغيا كيطيبوا. كندوزو نحضروا السيرو باش غنسقيو. كنحتاجوا العصير ديال الليمونه، الا ما كانش الليمون متوفر تقدروا تستخدموا غير الماء. كنضيفوا للعصير ديال الليمونه نصف كاس ديال الماء، 3 ديال المعالق ديال السكر، والسكر كيبقى على حسب الذوق. كنديروا الخليط فوق النار حتى كيذوب لنا داك السكر، ومن بعد كنخليوه يبرد. وكيكون هذا هو الشكل ديال البسبوسات ديالنا بعد ما خرجناهم من الفران. كيجيو محمرين واللون ديالهم ذهبي. كنجيبوا السيرو اللي حضرنا وكنسقيوه البسبوسات، كل وحده كنديروا فوق منها معلقه واحده من السيرو، وكنستمروا. من بعد كنجيبوا عود خشبي وكنحاولوا نديروا تقيبات صغار باش البسبوسات ديالنا يشربوا داك السيرو مزيان ويجيو رطبين من الداخل. كنهزوا البسبوسات ديالنا من اللاطه كما كتشوفوا، كيجيو محمرين واللون ديالهم ذهبي. وكنوضعوهم في شي صحن. كنحاولوا غير بشويه نخرجوا البسبوسات ديالنا باش ما يضيعش المنظر ديالهم، ونديروهم في صحن وندوزو باش نزوقوهم. كيكون هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجناهم من الفران وسقيناهم. كناخذوا القليل من العسل، وتقدروا تستعملوا حتى النباج باش ندهنوا البسبوسات ديالنا ويجيونا ساهلين في التزيين. بالنسبه للتزيين ديال البسبوسات تقدروا تستعملوا اي حاجه عندكم في المطبخ ديالكم.
بالنسبه ليا انا هنا استخدمت شويه ديال الكوك، جاجان ابيض، شوكولاط حبيبات. تقدروا ديروا اي حاجه عندكم في المطبخ. كنزوقوا بالطريقه اللي بغينا. راه الشكل ديالهم كيجي زوين، والمذاق ما شاء الله كيجي منسم بالمذاق ديال الليمون. نتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم وتجيكم سهله في التطبيق. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسات. نتمنى تجربوا الوصفه وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.